عملنا السمك السردين المحشي وكان رائع جدا ونجح بفضل الله عز وجل. وانطلب مني بشكل كبير بالتعليقات السمك السردين المعلب. راح اسوي لكم اياه بطريقه ممتازه وسهله واي واحد فيكم ممكن يسويها بالبيت واحسن من الجاهز بكثير لانه هي ما فيها مواد حافظه، بتطلع معكم رائعه جدا وبكل سهوله. طبعا انا مثل العاده مجهز لكم السمكات ومنظفهم بشكل جيد مشان ما اطول عليكم، وخليت لنا 3 فراخ من النوعين الهمسي والسردين، يعني نوع كبير ونوع صغير. رح ننظفهم قدام منكم كمان، شايفين من الدنب ومنقص البطن تبعه شي ميلي وبقص الراس. هذا ما بدي نضفه من القلب تبعه، بس بدي اقيم الاحشاء تبعه بس فقط. طبعا ما بدي اقيم عظم الظهر تبعه لانه هذا بده ينطبخ بشكل كبير، يعني بده ياكل له وقت شي ساعتين ونص على النار، فلذلك بيستوي العظم واللحم بيروح نيفه كله بقلب بعضه مثل ما شايفين. بس قمت الاحشاء تبعه وبس، العظمه ما قمت النصانيه. هلا هذول اهم شيء اني بعد ما اغسلهم انا مجهزهم، هذول بدي انشفهم بشكل مضبوط، يعني هذا لنجاح عمليه التعليب لازم ما يكون في اي مي نهائيا، يتنشف بشكل جيد جدا. هلا عندي عمليه التطبيق، عندي هون 4 مطربانات، بدي اساوي 2 للسمك الصغير و2 للسمك الكبير. بالنسبه للبهارات يعني كلياتهم نفس البهارات، ما في اي شيء بيختلف عن شيء يعني، بس الا بشغله واحده هلا بنشوفها. كل مطربان من هذول صغار احط معلقه صغيره كزبره يابسه، يعني اول شيء ننزل البهارات لانه بعد ما بصف السمكات فوق منهم بيطلع تمام. عندي نص معلقه صغيره كمون لانه هذا المطربه مو كثير كبير، انتم بامكانكم اذا بتحبوا اكبر من هيك تكبروه شوي ما في مشكله، بس هيك صغير مفتح واحد بيطلع اظرف يعني. بالنسبه للملح عندي ملح حصرا، دائما قلت لكم بالمعلبات ملح صخري خشن، معلقه صغيره. هو هذا مو للحفظ بس للتطعيم يعني الملح، بس طبعا الصخري بيعطيني طعم اطيب وافيد يعني. عندي فلفل اسود حب كمان نص معلقه صغيره. هي الطريقه ان شاء الله بتدعوا لي عليها وكثير رائعه جدا يعني. في عندنا هون الثوم، كل واحدة بدنا نحط لها برش ثوم تقريبا شرحات، يعني تقريبا 2 ثوم لكل مطربان، نفس الشيء كله نفس الشغل يعني. بسم الله بنحطهم كلهم هون ما في مشكلة. والشغلة هي كثير طيبة جدا وهي اختيارية، البابريكا المدخنة بدي احط بالاثنين هذول تبع السمك الكبير، بابريكا مدخنة وكمان دبس فليفلة حدة. هلا بدي احط لها بامكانكم انتم حسب الرغبة معلقة صغيرة او معلقة كبيرة. هلا انا حطيت هون معلقة صغيرة، انتم بتحبوا تحطوا اكثر ما فيها مشكلة. اخر شيء نختمها في عندي هون ورق غار بيعطيني يعني بيساعد كثير انه نتخلص من الزنخه يعني. كل واحده بنحط لها ورقتين غار، كثير امر بسيط جدا يعني ولا اسهل من هيك، بس اكيد طبعا اطيب من الجاهز بكثير يعني. هلا في عندي هون خل ابيض، بدي احط تقريبا 2-3 لكل مطربان كمان. واخر شيء بنحط لكل مطربان 2 معلقة زيت زيتون، ما بدنا نكتر لانه السمك كمان بكب المي تبعه. هلا كمان نعمل له هيك هزه مع بعضهم مشان تختلط كل البهارات مع بعض البعض، ونبلش صف. بنيمه هيك شوي على جنبه. بدي صف السمك الصغير فيه هذا مثل ما قلنا. عندي هون تقريبا نص كيلو الصغير ونص كيلو الكبير انا جايب. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. انا حطيت الخل بس يكفي يعني، واللي بيحب كمان ينزله مثل ما قلنا عصره ليمون كمان بقلبه معلش، بس لا تحطوا شرائح مشان ما تمرمر القشره تبعه يعني. الافضل انه عصره ليمون ما بتاثر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. واحده بعكس واحده عم نحط نحن اضبط يعني، واحده بعكس واحده لفوق واحده لتحت. ما شاء الله. وكمان هيك تمام. هلا هيك صاروا جاهزين عندي. بدي سكرهم بشكل مضبوط قد ما بنقدر نعصهم مشان يحبس ضغط مضبوط يعني. وطبعا اكيد بدي اياهم يعني مطربانات ضغط تكون، يعني اذا ما حصل ما بينجح معي، بده يكون مسكر بشكل مضبوط لانه هلا السوائل اللي بدها تطلع من السمك هي بتخليه يستوي ويطلع شيء رائع جدا ان شاء الله. هلا هيك تسكروا معي. هلا بنشوف المرحله اللي بعدها مباشره ان شاء الله. طبعا انا هون جهز مي سخنه جاهزه، بدي احط خرقه بسفله مشان ما يجي مباشره على الطنجره يعني او سفل الطنجره. بدي اعمل حركه طبعا قبل ما احط المطربان كنت عليه قبل ما انزله شويه مي سخنه حتى يصير حرارته منيحه، بنزله بالمي السخنه مشان ما يطلق معي يعني. والله صار جاهز انه ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. والثاني هيك نفس الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدي احاول انه احط حاجز بيناتهم، خليهم بعاد عن بعضهم البعض مشان ما يدقوا بعضهم ويتكسروا اثناء الفوران. وبدي نوصل الغاز يعني على النايس، بدهم هذول اللي هيك هدوء يعني شوي بيطلع معي شيء رائع جدا. بدي غطيهم اكيد. هذول السمكات الصغار ما بياكلوا اكثر من 2 ساعتين بيكون راحوا نيفه تمام. السمكات الكبار بيتحملوا معي شيء 2.5 ساعة تقريبا. هلا اذا كنا بطنجرة بخار عم نساويهم بياكلوا معي تماما 1.5 ساعة يعني نص الوقت اذا كانوا بطنجرة بخار. بس هيك بما انه معظم الناس بيخافوا انه يشتغلوا بطنجرة بخار حبيت انه اسوي لكم اياها بالطريقه الطنجرة العاديه يعني. هلا بنوصل على الاخير وبنخليها من 2 ساعتين ل2.5 بيطلعوا رائعين جدا. هلا انتم بتعرفوني بطبخ فروج او بطبخ لحمه او شيء، مشان اذا ما بدي استعمل طنجرة بخار بستعمل ستريتش بلفه هيك على الوش مشان ما تاكل وقت كثير معي، ومنه تعطيني مفعول يعني 100% صح، بس بخلي المنفسه تبعها مفتوحه يعني ما بسكرها. هي طريقة كثير رائعة جدا بستعملها دائما انا وقت بشتغل بالطبخ يعني، كثير بتعطيني وقت وتوفر وقت معي يعني، وبتعطيني نتيجة رائعة جدا. مثل ما شايفين
الهواء تارك له ياخذ راحته، يعني عم تنفس على مهله، ما في اي مشكله. يعني نترك هلا شي ساعتين، يعني هذا ان شاء الله يعني نكون خففنا وقت شي نص ساعه ساعتين بيطلعوا تمام ان شاء الله تعالى. اذا بعد شي ساعه لقينا المي تبعهم نقصت كثير بنزودهم، بس المي حصرا بدها تكون مي عم تغلي مشان ما يتكسروا المطربانات معي. اذا اجانا شيء بارد لازم تكون بنفس درجه الحراره، مي عم تغلي بننزلها فوقهم مشان يتموا مغمورين بالمي لو نص المطربان. رجعنا بعد ساعتين تمام صاروا جاهزين باذن الله تعالى. رح نطفي عليهم لانه التسكيره هي يعني اعطتني وقت اقل يعني للاستواء، كان ضاغطهم ضغط يعني بستريتش. هذا هي الطريقه كثير بحبها وبتريحني كثير يعني. وما اعتزت اني اضيف لهم مي لانه المي تبعهم تمت محصوره جوا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنقدر نرفعهم لحتى يبردوا شوي. نسيت طبعا احط، انا كنت بدي احط لكل مطربان قرن فليفله، هذول نسيتهم صراحه. انتم اذا حبيتوا بتضيفون يعني ما في اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، شيء مبين شيء رائع جدا يعني. يا سلام يا سلام، شيء ولا اروع من هيك. الف صحه وعافيه ان شاء الله. هلا بردوا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشان ما اتاخر عليكم اكثر من هيك بنحاول نفتحه. يا سلام، شايفين شلون ضاغط؟ هيك بدي اياه. شايفين ما ضفنا له سوائل، بس شوفوا شلون شو طلع منه سوائل. ما شاء الله منظر ولا اروع من هيك يعني. نيفة نيفة يعني مثل الزبدة صاير. نقسم شقفة صغيرة ندوقها. بسم الله نوينا التقوى طاعة الله. يعني حقيقة أطيب من الجاهز بكتير بكتير يعني. ما شاء الله شيء ولا أروع من هيك، بدون مواد حافظة، هيك أطيب وأفيد وكل شيء طبيعي. الله يعطيكم ألف عافية. إن الكريم إذا ناديته قال نعم، فكيف بالله ذي الإحسان والكرم، فابسط له الكف لن تأتيك فارغة، لقد سألت من سواك من عدم. اللهم يا خير من استودع ويا خير من اؤتمن، نستودعك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم ردها إلينا عند لقائنا بك يا أرحم الراحمين، كي نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله عنا كل خير.